السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. زي ما عودناكم ان احنا بنجيب لكم كل جديد في اسكندرية. النهاردة جايبين لكم خبر جديد بالنسبة لمشروع اتكلمنا عليه قبل كده. هو مشروع كوبري محمد نجيب الجديد. كوبري محمد نجيب الجديد اللي هيتعمل في شارع محمد نجيب نفسه، مش الكوبري اللي دلوقتي قرب يخلص على البحر. لا، كوبري هيتعمل في محمد نجيب نفسه من عند الملك حفني لغاية ما نوصل البحر. يعني هيعدي تقاطع جمال عبد الناصر وتقاطع العيسوي. يعني معناها النفق اللي قدامنا ده زي ما قلنا في الفيديو قبل كده، النفق ده هيتم ردمه وهيحل محله كوبري عشان ياخد الطريق من ملك حفني. يطلع من ملك حفني ينزل على طول ناحية البحر. تمام، هيعدي العيسوي، هيعدي عبد الناصر وينزل على طول ناحية البحر، يعدي من تحت الكوبري الجديد اللي على البحر في محمد نجيب، ويمسك الاتجاه اللي رايح محطة الرمل على طول. تمام، هيبقى طبعا اتجاه رايح جاي زي ما قلنا قبل كده في الفيديو السابق. هيبقى ده من تنفيذ شركة حسن علام. طبعا كنا زي ما احنا شايفين برضو معانا، كان في المهندسين المساحة قبل كده في الفيديو السابق كان بيشوفوا المساحات وبيظبطوا شغلهم. النهارده بقى ايه الجديد معانا؟ الجديد اللي معانا ان النهارده لقينا في مجسات بيتم عملها على الارض في شارع محمد نجيب. ده اللي هنشوفه دلوقتي معانا في الفيديو احنا وماشيين. تمام، ده كده الجديد بتاعنا النهارده اهو. الجسات اللي بتتعمل هنا دي لسه حاجة دلوقتي على ارض الواقع بتحصل دلوقتي في شارع محمد نجيب. تمام، تعالوا بقى نجيب الدنيا من اولها او النفق من اوله عشان نعرف النفق ده بيودي فين ويجيب فين. اللي هو النفق اللي هيتم ردمه. النفق ده بتاع محمد نجيب اهو اللي احنا شايفينه ده، داخلين من عند سوق دربالة. هندخل من عند سوق دربالة زي ما احنا شايفين. هندخل النفق نطلع الاتجاه التاني بحر السكة. طبعا بعد تنفيذ مترو اسكندرية مش هيبقى فيه بقى بحر السكة وقبل السكة. طبعا هيبقى فيه يوتيرن من تحت المترو هيتم عمله لما يعملوا المحور بتاع ملك حفني. فهيصبح النفق ده ملهوش لزوم، فهيتم ردمه من هنا وهيتم استبداله بكوبري. كوبري هيمشي زي ما احنا يعني بعد ما نعدي اهو دلوقتي اهو. بداية الكوبري هتعتبر من هنا، من طلعة النفق هنا، بس هيبقى طلعت كوبري مش طلعت نفق. النفق هيتردم. تمام، هيعدي بينا لغاية فين هنشوف دلوقتي زي ما احنا شايفين اهو معاكم. رجعنا تاني عشان نجيب لكم الصورة كلها تبقى صورة واضحة قدامكم. اهو قدامنا الطريق، على شمالنا هنا بيعملوا الجسات. هنا الاشارة اللي احنا وقفنا فيها دي بتاعت تقاطع محمد نجيب مع جمال عبد الناصر. بدل ما بنقف بقى في الاشارة هنا، هناخد الطريق دايركت على طول لغاية البحر. هنعدي من النفق المفروض، قصدي اسف، هنعدي من تحت الكوبري بتاع محمد نجيب اللي على البحر. هنلاقي نفسنا في الاتجاه اللي رايح محطة الرمل. وكذلك اللي جاي من البحر وعايز يخش على الملك حفني على طول هيطلع الكوبري اول ما يخش شارع محمد نجيب. تمام، ادي اهو برضو لسه زي ما احنا شايفين اهو المجسات اتعمل هنا على الارض. وكده نقدر نقول الشغل هيبتدي خلاص في الكوبري الجديد بتاع محمد نجيب. مبروك، وان شاء الله يعني نشوف حاجة تعمل سيولة مرورية في اسكندرية. اسكندرية فضلت مظلومة سنين كتيرة مهملة بالمشاريع. مفيش اي مشاريع بتتعمل فيها بتحل ازمات، بس ان شاء الله المشاريع اللي بتتعمل دي كلها تحل ازمات وتظبط الدنيا ان شاء الله في اسكندرية. طيب بالنسبة لو الناس بقى بتتكلم على ازالات والكلام ده، ان الطريق ده ممكن يكمل لغاية مصطفى كامل والكلام ده كله، لغاية دلوقتي احنا ما عندناش اي خلفية بالكلام ده. لغاية ما تبقى في حاجة رسمية هنتكلم عليها. لكن حتى الآن اللي احنا عارفينه ان في كوبري هيتعمل في الحتة دي اللي هي من اول ملك حفني لغاية محمد نجيب. من اول ملك حفني لغاية محمد نجيب على البحر، او كوبري محمد نجيب على البحر. تمام،
ده الكوبري اللي هيتعمل مكان النفق القديم، يعني النفق ده هيتم ردمه خلاص. تمام. طبعا بحب اشكر استاذ ياسر، قناه ياسر هيروح فين. كنا النهارده سوا مع بعض بنصور محطه محمد نجيب، برضه هننزل لكم فيديوهات عنها. بدأوا فعلا رسميا يشتغلوا في محطة محمد نجيب ويحطوا الخوازيق والكلام ده كله عشان يبتدوا يعملوا جسم المحطة. فانتظروا ان شاء الله برضو فيديو عن محطة محمد نجيب والشغل اللي بيتم فيها. بحب اشكر طبعا زي ما قلت يا استاذ ياسر، قناة ياسر هيروح فين. كنا مع بعض النهارده وكنا بنصور حاجات كتيرة، واحنا ماشيين في الطريق لقينا بقى ان هم ابتدوا خلاص يشتغلوا زي ما احنا شايفين في المجسات بتاعة الكوبري. تمام. يعني كده خلاص محمد نجيب هيبقى فيه كوبري تاني، هيبقى في شارع بتاع محمد نجيب نفسه. وادي قدامنا دي مكنة الجليدر او المكنة اللي بترفع الكاميرات على الاعمدة. دي مكانها بالظبط بعد محطة محمد نجيب. تمام. هنشوف بقى ايه اللي هيتم في الايام اللي جايه ان شاء الله بالنسبه لمشروع الكوبري ده، وهنواصل معاكم ان احنا نغطي المشروع برضو زي ما بنغطي كل المشاريع اللي بتتم في اسكندريه، وعلى راسها طبعا المترو بتاع اسكندريه. تمام. نتمنى نكون بنفيدكم، بنقدم لكم كل جديد. ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد. نعمل ريفيوهات عن اماكن سياحيه واماكن ترفيهيه. تمام. وكمان لو حد عنده محل او كده وعايز يعمل ريفيو عن المحل، ما عندناش اي مشكله ان احنا نعمل ريفيوهات للمحلات. يعني بنرحب بده جدا، وان شاء الله نكون بنفيدكم، ونشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جايه كتير. ما تنسوش زي ما قلت لكم لايك والشير عشان قناتكم معلومه ريفيو تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله.